اختبروا كده معلوماتكم معايا وراجعوها. يلا بينا. أول سؤال: ما هو أول طعام أهل الجنة؟ والإجابة هي كبد الحوت. كم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ الإجابة هي 25 نبي ورسول. ما هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ والإجابة هي الصلاة في وقتها. من هو النبي الذي كانت زوجته وابنه كافرين؟ الإجابة هي نوح عليه السلام. ماذا سمي أهل المدينة بعد الهجرة النبوية؟ والإجابة هي الأنصار. من هو النبي الوحيد الذي سماه الله سبحانه وتعالى بنفسه؟ والإجابة هي يحيى عليه السلام. ما هي السورة التي أبكت ملك الحبشة؟ والإجابة هي سورة مريم. من هو الصحابي الذي لقب بأسد الله وسيد الشهداء؟ والإجابة هي حمزة بن عبد المطلب. من هو النبي الذي قتل جالوت؟ هي سيدنا داود عليه السلام. من هو الشخص الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة هي أبي بن خلف. من هو النبي الذي أنزلت عليه التوراة؟ والإجابة هي موسى عليه السلام. من هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة هي حسان بن ثابت. من هو النبي الذي علمه الله منطق الطير؟ والإجابة سيدنا سليمان عليه السلام. ما هي السورة التي تشفع لقارئها يوم القيامة؟ والإجابة هي سورة الملك. من هي المرأة التي نزلت فيها سورة المجادلة؟ والإجابة هي خولة بنت ثعلبة. وبس كده، يا رب اكون فدتكم النهارده باي معلومه. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجه اوعوا تنسوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. في رعايه الله.